الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تمان الأكملان على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أحبابي، في موقف جميل حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وحفيده الحسن بن علي ابن فاطمة رضي الله عنها، اللي هي أكمل وأفضل نساء العالمين في الدنيا والآخرة، هي وأمها خديجة ومريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم. هؤلاء النساء الأربع أفضل نساء الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام رأى الحسن بن علي وهو يأخذ من تمر الصدقة ويأكلها، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام الرفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ الحسن بن علي حفيده، ثم قال له كخ كخ برفق ولين، نصحه أي طلع هذه اللقمة والتمرة من فمك. وهذه كلمة عربية كخ كخ نستخدمها حتى نحن الآن إذا رأينا أحد الأطفال يعني يضع في فمه شيء ما يناسب للأكل حتى يخرجها من فمه، ثم أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فمه، ثم قال للحسن وهو طفل، قال له ألا تعلم أن لا نأكل الصدقة، وأن الصدقة محرمة على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانظر إخواني إلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الطفل الصغير، يربيه وهو صغير على الحلال والحرام. ما قال هذا طفل صغير خلاص خليه يأكلها وخلاص، زي الآن يعني مع الأسف كثير من إخواننا المسلمين نتساهل في تربية أبنائنا، يعني خلاص نقول صغار لا زالوا صغار، ونتساهل معهم في ارتكاب المحرمات بحجة أنهم صغار وأنهم لم يبلغوا سن التكليف. لا إخواني، التربية الصحيحة علينا أن نربيهم وهم صغار. يا إخواني نربيهم على الحلال والحرام، يعرفون الحلال والحرام. ما هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا الطفل الصغير عليه الصلاة والسلام. فإذا ارتكبوا حرام نقول هذا محرم. سمعنا الولد يسب يشتم لقط كلام ما هو طيب، نقول له لا يا ولد يا ولدي يا بنتي، هذا الكلام ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام يحبه الشيطان. الله عز وجل يحب الكلمة الطيبة، يحب إنك ما تسب، إنك ما تجرح، إنك ما تتكلم كلام. إذا رأينا أي فعل نعم ونعزز عندهم الأفعال الطيبة. الله يحب إنك تصلي، إنك تذكره سبحانه وتعالى، يحب تطيع والديك، يحب إنك تحسن للناس، ما تآذي الناس لا بلسانك ولا بيدك. الله نحبب لهم الأفعال اللي يحبها الله سبحانه وتعالى، ونبغضهم ونأخذهم باللين وبالرفق وبالتي أحسن، نبغض إليهم المحرمات والأشياء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى بتعزيز محبة الله في قلوبهم. ترى الله يحب كذا وما يحب كذا. ولذلك أعجبني إخواني أحد الأمهات كما سمعت من أحد المشايخ أنه عندما ذهبت ببناتها الصغار إلى محلات الألعاب، فأرادوا أن يشتروا العرائس المجسمة اللي يعني تضاهي خلقة الله سبحانه وتعالى. ما هي القطنية ما فيها شيء كما ذكر العلماء، حلال، لكن العرائس المجسمة اللي كأنها حقيقة، هذه اللي مقصودة في الحديث لعن الله المصورين الذين يضاهون خلق الله، وهذه اللي تمنع دخول الملائكة إلى البيت، نسأل الله السلامة والعافية، الكلب والصورة. فالأم هذه تعاملت برحمة مع بناتها، فقالت لهم بأسلوب عقلي وبأسلوب يعني يناسب سنهم، قالت الله ما يحب هذه، ترى العرايس، هذه العرايس ما يحبها الله سبحانه وتعالى، يحبها الشيطان. فأنتم إيش تبغون اللي يحب الله ولا تبغون الشيء اللي يحبه الشيطان؟ قالوا لا والله نبغى نحب الله ونحب الشيء اللي يحبه الله سبحانه وتعالى. فقالت إذن ما نشتري هذه، لا ناخذ هذه العرايس حتى وإن لم تعجبكم، وهي قطنية وما فيها تفاصيل لخلق الله سبحانه وتعالى. القطنية هذه يحبها الله سبحانه وتعالى، هذه ما فيها شيء. ففعلا الأبناء اقتنعوا. ولذلك إخواني الله يعطي كل إنسان على نيته. والله إن علم الله نيتك فعلا خير، إنك تريد الخير لأبنائك تبعدهم عن الحرام، والله يفتح الله لهم قلبك، ويفتح الله لهم يعني قلوبهم في استشارتهم لك وفي عرضك لهم. ممكن البنت تتعلق بلبس قصير ما يحب الله سبحانه، تقول يا بنتي هذا اللبس هذا قصير ما يناسب، هذا ما يحب الله سبحانه وتعالى. الله يحب الحياة ويحب الستر، يحب اللبس الطويل، تكوني مستترة، تكوني حيية، هذا اللي يحب الله. هذا الشيطان يحب العري ويحب اللبس القصير. فنجنبهم يا إخواني وهم صغار. بعض الناس إخواني يعني يتساهل مع بناته ويلبسهم القصير وغيره، ويقول لا زالوا صغار يكبرون يفهمون. لا طيب حتى وهم صغار نربيهم، كما موقف النبي مع الحسن وهو صغير قال له هذا حرام ما ناكل الصدقة، ما تساهل معاه، قال يكبر ويفهم. لا حتى وهي صغيرة نقول لها لا، الله يحب الحياء والستر. ناخذهم إخواني بالرفق وباللين، وندعو لهم في ظهر الغيب بأن الله يحبب لهم الإيمان والقرآن ويزينه في قلوبهم ويبغض لهم المعاصي والفسوق والعصيان. والله يا إخواني وسيلة إن الله يحب كذا فيفعلوا ما يحبه الله. بالفطرة ترى جبلت أطفال على حب الله، فإن نقول لهم الله يحب كذا خليكم مع الله، ترى الشيطان هو اللي يحب كذا، مخالفة أمر الله، ابتعدوا عما يحبه الشيطان وخليكم مع ما يحبه الله سبحانه وتعالى. بإذن الله تثمر هذه التربية مع دعائكم لهم في ظهر الغيب. لكن إياكم إخواني من التساهل وأنهم صغار
فينشؤون وهم صغار على المحرمات وعلى المخالفات الشرعية، ثم إذا كبروا نواجه مشكلة كبيرة ما نستطيع أننا نقنعهم أو نردهم عن ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فربوا إخواني أبناءكم، ربوا أبناءكم على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، والله تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. أنتم الفائزين وأنتم الرابحين وأنتم السعيدين في الدنيا والآخرة إذا اتبعتم هدي القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا إخواني الخير كل الخير في اتباع هدي القرآن وتعاليم القرآن، وفي اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن يقرر أعيننا بصلاح أبنائنا وفلاحهم في الدنيا والآخرة.